اكبر متحف في العالم هي فكره جت بالصدفه من اكتر من 33 سنه، واتصرف عليه اكتر من مليار دولار. اتصمم بطريقه تخطف الانظار، والتكنولوجيا كمان بتلعب دور مهم جدا. المتحف المصري الكبير اكبر متحف في العالم، معمول على مساحه 117 فدان، وده طبعا غير ارض الرمايه، ودي كبيره جدا ومخصصه فقط لحرم المتحف. مشروع اتبنى في صمت وتوقف فتره كبيره واتحارب، ورجعوا اشتغلوا عليه من تاني في صمت لحد ما تحول الصمت بس مش لكلام لافعال. النهارده المتحف المصري الكبير على وشك فتح ابوابه بعد طول انتظار استمر حوالي اكتر من 33 سنه. هنتكلم النهارده عن مين كان صاحب فكره المتحف المصري، وليه اتصرف على المتحف اكتر من مليار دولار. هنتكلم عن رمسيس الثاني اللي هيكون في انتظارك اول ما تدخل المتحف، بس حاول ما تتخضش من المنظر، وعن توت عنخ امون اللي هيتعرض له اكتر من 5000 قطعه، ومنهم قطع اول مره هتظهر للعالم، وعن تصميم المتحف واستخدام التكنولوجيا العملاقه اللي هتخلي الزائر يعيش التجربه بدل ما يتفرج عليها. الحكايه بدات سنه 1992 بالصدفه. كان وزير الثقافه المصري فاروق حسني في باريس معزوم على الغداء من رئيس المعهد العالم العربي، وقال له هيكون معانا على الغداء كمان صديق اسمه فرانك فريديتشي، معماري وعنده اكبر دار نشر في ايطاليا. تمام مفيش مشكله، وقعدوا بيتغدوا وهم بيتغدوا، فرانك المعماري صاحب اكبر دار نشر في ايطاليا اللي كان معزوم معاهم على الغداء سال وزير الثقافه المصري فاروق حسني وقال له انتوا بتعملوا ايه في المخازن بتاعتكم؟ رد عليه وزير الثقافه المصري وقال له انت قصدك على انهي مخازن؟ مخازن التحرير؟ قال له ايوه مخازن التحرير. وهنا وزير الثقافه المصري اتضايق جدا، والايطالي عرف يستفزه ازاي. وهنا حضرتك هتسال هو اتضايق ليه؟ هو بيساله على مخازن اثار التحرير. بس خليني اقول لك ان دي حاجه مش سهله خالص. هم عارفين قيمه الاثار اللي عندنا كويس. لما يكون عندك اثار محطوطه في مخزن ده عيب، المفروض الحاجه دي تظهر للعالم والعالم يعرف قيمتك وحضارتك، مش تتحط في مخازن محدش يعرف عنها حاجه ولا يستفاد منها. علشان كده وزير الثقافه اتضايق من الكلام اللي قاله الايطالي، والدم غلي في عروقه. وهنا اضطر يورط نفسه يقول اي كلام علشان خاطر بس يخلي شكله حلو قدام الايطالي اللي كان قاعد معاه، وقال له انت ما تعرفش ان احنا نعمل اكبر متحف في العالم ولا ايه؟ طبعا وزير الثقافه قال الكلام دوت علشان يضايقه بس زي ما التاني استفزه. بس هنا الراجل الايطالي اتخض من كلام فاروق حسني وقام ماسك في الكلمه وقال له هتعملوا المتحف ده فين؟ وطبعا وزير الثقافه ما فيش في ذهنه اي حاجه، بس قام قايل له جنب الهرم اهو اللي جه في دماغه ساعتها وخلاص. وهنا رد عليه فرانك الايطالي صاحب اكبر دار نشر في ايطاليا وقال له انا عندي استعداد لو هتعملوا المتحف المصري الكبير اجيب لكم ليه تمويل. وهنا كانت بدايه تحويل الكلام لحقيقه. وزير الثقافه بعد ما كان بيقول اي كلام يغيظ بيه الايطالي ابتدى فعلا ينفذ الفكره ونزل على مصر. قابل الرئيس السابق حسني مبارك فورا وقال له على فكره المتحف المصري الكبير. بس الرئيس حسني مبارك رد عليه رد منطقي وبسيط جدا وقال له هنجيب منين تمويل لمشروع ضخم زي ده؟ رد عليه وزير الثقافه المصري وقال له الاعمال العظيمه ديت بيجي لها تمويل كبير جدا، وكمان اليابان هتبقى معانا مبدئيا. ومن هنا توافق على المتحف، والرئيس حسني مبارك والمشير طنطاوي جهزوا قطعه ارض قريبه من الهرم، وقال له وزير الثقافه حلو المكان ده. وهنا وزير الثقافه فرح بالارض دي جدا علشان كانت شايفه الهرم، والارض دي علشان كانت تابعه للجيش. المشير طنطاوي طلع قرار ب 117 فدان، وال 117 فدان ده كده من غير ارض الرمايه. ارض الرمايه كبيره جدا ومخصصه فقط لحرم المتحف. وخليني اقول لك ان هم عملوا دراسه جدوى للمتحف خدت منهم اكتر من 4 سنين، واللي عمل دراسه الجدوى كانت شركه ايطاليه. وخليني اقول لك ان دراسه الجدوى بس خدت اكتر من 5 مليون دولار، وخدوا تمويل من اليابان طبعا غير التمويل المصري. وبداوا في تنفيذ المتحف من 1992 لحد 2011، وبعد كده حصلت الثوره واتنحى الرئيس السابق حسني مبارك والشغل على المتحف وقف. ومن فتره 1992 لحد 2011 اتعمل حاجات كتير قوي في المتحف. شالوا كم هائل من الرمال وعملوا الاساسات الميه والكهرباء ودراسات التربه وبنوا الحاجات الاساسيه لحد 2011 لما جت الثوره. وقف الشغل على المتحف ومسك الحكم محمد مرسي، والوقت ده طبعا ما حدش يهتم ان هو يكمل اي حاجه في المتحف لحد ما جه الرئيس عبد الفتاح السيسي علشان يكمل اللي بدا من سنين وسنين. وخليني اقول لك ان المتحف اتصمم على طريقه خياليه علشان يناسب الاثار القيمه اللي عندنا. المتحف المصري الكبير يعد اكبر متحف في العالم، معمول على مساحه 500 الف متر مربع، منهم 168 الف فقط للعرض، وتكلف اكتر من مليار دولار تمويل بين مصر واليابان. بس اليابان هترجع لها فلوسها تاني بحيث ان هو يكون كل تكلفته مصريه. خليني اقول لك كمان ان هم عملوا مسابقه عالميه على الشركه اللي هتصمم المتحف، واللي فاز بالتصميم دوت مكتب ايرلندي قدم تصميمه على اساس ان المتحف يشوف الهرم من جميع الزوايا. المتحف المصري الكبير بيضم اكتر من 100 الف قطعه اثريه، واشهر قسم في المتحف دوت هو جناح الملك توت عنخ امون اللي بيضم لوحده اكتر من 5000 قطعه من مقتنياته الخاصه اللي لاول مره هتتعرض في التاريخ. وبدايه كده واول ما تخش المتحف هتلاقي في وشك الملك رمسيس الثاني، ومش عايزك تتصدم او تتخض من المنظر لان الملك رمسيس الثاني عملاق جدا وضخم ووزنه اكتر من 83 طن. اتنقل من ميدان رمسيس سنه 2006 لو فاكر، والناس كلها كانت قلقانه على عمليه نقله بسبب كبر حجمه ووزنه زي ما قلت لك. عمليه نقله عايزه حسابات خاصه ودقيقه. قام بنقل الملك رمسيس الثاني شركه المقاولين العرب اللي كانت قد التحدي ونقلت التمثال بسلامه لمتحف المصري الكبير. ودلوقتي هو رمسيس الثاني اول ما تدخل المتحف هتلاقيه في الواجهه، اول ما تدخل هتلاقيه بيستقبلك. المتحف عامل نظام عرض قوي جدا، واستخدموا التكنولوجيا واستغلوا كل حاجه علشان وانت في المتحف تعيش التجربه بدل ما تتفرج عليها. شغل عالي جدا. وخليني اقول لك انت اول ما تدخل هتلاقي مين في وشك؟
ايوه صح كده، الملك رمسيس الثاني اللي هيستقبلك، وبعد كده تلاقي الدرج، وانت طالع الدرج هتلاقي 70 تمثال ملكي لحد ما توصل معاهم للقمه، وبعد كده تكون مستنياك المفاجاه الكبيره. المنظر اللي هيوهمك منظر خرافي للهرم. خليني اقول لك كمان ان المتحف فيه اكبر مركز ترميم على مستوى الشرق الاوسط كله. وعلشان تحس معايا بعظمه الانجاز، المتحف المصري الكبير هيزوروا اكبر رؤساء دول على مستوى العالم وسياح من كل مكان. وحضرتك هنا تسال سؤال مهم: هنعمل ايه في الطرق والزحمه والتامين؟ هقول لك منطقه المتحف كلها والمناطق المحيطه بيها واللي بتوصلك للمتحف اتغيرت بنسبه 180 درجه، بدايه كده بزراعه 400 شجره و2500 نخل، وحسنوا الرؤيه البصريه لطريق المتحف كله، وخلوا البيوت كلها لون واحد، ورسموا صور للفنانين والشخصيات المؤثره على الاسوار وعلى الحوائط. واللي هيلاحظ الكلام دوت السائح اللي جاي من مطار سفنكس ومتجه للمتحف المصري الكبير، او المواطن المصري اللي هياخد طريق الدائري وبرضه متجه للمتحف المصري الكبير. واخيرا بقى، وبعد انتظار 33 سنه، جه وقت الافتتاح يوم 1 نوفمبر 2025، يعني خلاص كلها يوم ان شاء الله. وهنا انت لازم تحس بالانجاز، وخليك عارف انك بتضرب بيك المثل دلوقتي في الامان والاستقرار، في الوقت اللي المنطقه بالكامل بتعيش اسوأ فترات من عدم الاستقرار والحروب. ترامب لما جه مصر من كام يوم قال عن مصر ان هي بلد امان واستقرار اكتر من امريكا ودول تانية كتير ما فيهاش استقرار. ماكرون رئيس فرنسا كل يومين عندك هنا وبيزور الحسين وبيتمشى في شوارع مصر بسبب الامان اللي احنا فيه. ملك اسبانيا وملكه اسبانيا برضو كل يومين عندك هنا. وخليني هنا اقول لك بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير، كل الفنادق دلوقتي عندك كومبليت، ما فيهاش مكان فاضي خالص من كتر السياح اللي عندك ومستنيه الحدث العظيم ده. كل العالم بيبص على مصر، بيترقبوا الحدث التاريخي وبيبصوا على مصر بعظمه. وخليني اقول لك ان اللي هيزور المتحف كمان هيلاقي مطاعم مشهوره هناك علشان لو عايز ياكل بقى وهو شايف الاهرامات، وهيلاقي سوق تجاري كمان اللي فيه ابرز العلامات المصريه والحرف المهنيه علشان لو عايز يشتري حاجه. ودلوقتي احنا قدام سحر الماضي وحيويه الحاضر وتطلعات المستقبل. ودلوقتي يجي سؤال مهم جدا لحضرتك: شايف المتحف المصري الكبير ازاي؟ ترى حاسس بعظمته ولا حاسس ان هو حدث عادي؟